السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وأحبابي طلاب الثانوية العامة، النهاردة معادنا مع الوحدة الرابعة اللي هي وحدة المنصوبات، وهنبدأوا إن شاء الله مع بعض إزاي نحل سؤال التمييز، ونبدأ مع بعضينا شرح الوحدة الرابعة بس على طريقة أبسط من اللي فاتت، طريقة عرض السؤال وإزاي نجاوب على السؤال في امتحان الثانوية العامة. أهم حاجة عندي إنك أنت تعرف السؤال ده من درس إيه. سورة محمد سورة مدنية وعدد آياتها 38 آية، وطلب منك في الامتحان كتابة العدد 38، وعطاك 4 اختيارات انت هتختار بناء على ايه. اهم حاجة في اختيارك انك تراجع القاعدة قبل ما تبدأ تختار من ال4 اختيارات. طب ايه القاعدة؟ اللي هي تمييز العدد، اللي هي كتابة الاعداد. يبقى الوحدة النهاردة واول درس هنشتغله في الوحدة الرابعة التمييز. واهم حاجة في التمييز ازاي نتعلم كتابة الاعداد، واحنا عارفين طبعا ان العدد له تمييز، والتمييز بتاعه اسمه تمييز ملفوظ. تمييز ملفوظ أي أنه تمييز أزال غموض كلمة واحدة، اللي هو أزال غموض العدد 38. ما مش عارف 38 إيه؟ 38 كلمة ولا 38 آية ولا 38 فصلة؟ هي ال 38 هنا كلمة آية ميزت الرقم 38. طب السؤال في الامتحان هيقول لك اكتب الرقم 38 كتابة لغوية بحروف عربية. طيب الاختيارات هنا 38 آية، 38 38 38 38. اختيارك هنا بناء على ايه؟ اول حاجة راجع مع نفسك انت في الامتحان بكرة ازاي تكتب الاعداد. وانا عمال اقول بكرة الامتحان لان اللي انت بتذاكره دلوقتي مش هتذاكره الا ليلة الامتحان، مفيش وقت. طب ال 38 ديت ايه القاعدة بتاعتها؟ فتراجع انت في دماغك كل الاعداد بتتكتب ازاي. نراجع مع بعض. من 3 ل 10 بيتكتب عن طريق المخالفة. يعني ايه مخالفة؟ المخالفة هي مخالفة العدد لمعدوده تذكيرا وتأنيثا. تمام. يعني لو قلت مثلا 9 كتب، كتاب دي مؤنث ولا مذكر؟ هتقول لي ده مذكر لان هذا كتاب. طيب الرقم 9 يتكتب بالمخالفة. طب يعني ايه مخالفة؟ كتاب دي مذكر، تمام، يبقى الرقم 9 يتكتب مؤنث، فقلت 9 كتب. ليه يا مستر؟ لان الكتب هنا مذكر، يبقى العدد يجي مؤنث من كام لكام؟ من 3 ل 10. طب انا قلت 9 كتب، اعراب كتب ايه؟ تمييز. طب انا قلتها كتب يبقى تمييز مجرور بالاضافه. طب يعني بعد الرقم من 3 ل 10 قاعده ثابته ما تغيرهاش، ما بعد العدد من 3 ل 10 تمييز مجرور بالاضافه، ده اعرابه اعراب ما بعد العدد. طب العدد ذات نفسه يعرب حسب موقعه، ده اللي هنشتغل عليه في العدد من بعد 20. طيب يبقى العدد من 3 ل 10 بيتكتب عن طريق المخالفه وما بعده جمع ويعرب تمييز مجرور. خلصنا من اول نقطه. تاني نقطة الرقم من 11 ل 99. حد يقول يا مستر وانا اعمل كل ده عشان اوصل للاختيار ده؟ اعمل كل ده في عقلك انت وبسرعة عشان توصل للاختيار المظبوط. العدد من 11 ل 99 بيتكتب بطرق هنعرف. طب التمييز بتاعه اللي هو ما بعد العدد بيجي مفرد. ربنا بيقول اني رأيت 11 كوكبا. كوكبا بص معايا كده مفرد منصوب. طب ليه منصوبه بالفتحة؟ لأنه يعرب تمييز منصوب. تمييز ايه؟ منصوب بالفتحة. يعني الفتحة دي ثابتة، مش هتقول علامة إلا الفتحة، لأنه يأتي مفرد وعلامة نصب المفرد ايه؟ الفتحة. يبقى دي قاعدة وخلصنا منها. من كام لكام؟ من 11 ل 99. طب أنا عايز بقى أكتب الأرقام دي، أكتب الرقم 11 و12 و13 لحد ما اوصل للرقم اللي انا عايزه. براجع في دماغي كل دوت وانا بحل في الامتحان. الرقم 11 و12 بس بيكتب بالموافقة. بايه؟ بالموافقة. يعني ايه موافقة؟ يعني لو قلت 11 رجلا، رجلا دي مؤنث ولا مذكر؟ مذكر، يبقى الرقم ده كله مذكر. اقول 11 رجلا. وليه 11؟ ليه ما اقولش احد؟ لا، هي 11. طب ليه؟ هنتعلمها دلوقتي واحنا بنعرف الاعداد. 11 ايه؟ رجلا.
رجل مذكر يبقى العدد كله مذكر. طب لو قلت لك رأيت، إني رأيت 11 كوكبا، ده في القرآن أهو، إني رأيت 11 كوكبا، وقال لك اعرف كوكبا، هتقول لي تمييز منصوب، ده قاعدة ثابتة. طب عايزك تعرف الرقم 11، اسمع وركز. الرقم 11 13 14 لحد 19 تقول مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، ايه وبعدين في محل. اعرف بقى حسب موقعه. مين رأى؟ انا رأيت ايه؟ 11 في محل نصب مفعول به. يبقى العدد ده كام؟ 11 13 لما تيجي تعربوه تقولوا مبني على فتح الجزئين، دي قاعدته كده في الاعراب من الكلمات المبنيه، في محل رفع فاعل بقى نصب مفعول مبتدا خبر زي ما يطلع معاك، بس هي طلع مفعول به منصوب. خلصنا من رقم 11. طب الرقم 12 موافقه برضه، فاقول لك حضر كام؟ 12 رجلا. ايه ده؟ اصل رجل دي مذكر فالعادي يجي ايه؟ مذكر. طب لو شلت رجل وحطيت فتاه هقول 12 فتاه. يبقى العدد رقم العدد 12 بيتكتب بالموافقه، بيتكتب 12. طب انا كاتبه 12 ليه؟ ليه ما كتبتش 12؟ اقول لك. وليه الالف ما عليهاش همزه؟ لان العدد 2 من الكلمات اللي بيبقى الالف فيها الف وصل مش قاطع، دي واحد. الرقم 2 من الملحقات، ملحقات المثنى، فعند رفعه يرفع بألف، وإذا نصب ينصب بياء ويجر بياء. يبقى لما اجي اعرب الرقم 12 مش هعربه على بعضه، هعربه حته حته، فهقول اثنا نعربوها مع بعض. حضر مين اللي حضر؟ 12. يبقى الرقم اثنا فاعل مرفوع بالالف. ليه بالالف؟ لانه ملحق بالمثنى. طب يعني ايه ملحق مثنى؟ كلمه ليس لها مفرد، كلمه ليس لها مفرد، فكلمه اثنان ملهاش مفرد فالحقت بالمثنى. طب رجلا تمييز، طب اثنى فاعل، طب 10 و10 كذا اعراب فيها. ممكن تقول مبنيه على الفتح ليس لها محل من الاعراب، ممكن تقول مبنيه على الفتح في محل جر مضاف اليه، عشان النون هي اتحذفت للاضافه، ما اقدرش اقول 12 ما ينفعش، فاقول 12. طيب اعراب العدد، اعراب ايه؟ العدد حسب موقعه زي ما اتفقنا كده. الرقم 11 و12 بيتكتبوا بالموافقه، نحفظهم مع بعضينا. 3 ل10 مخالفه، 11 و12 موافقه. نمسح ونكمل ونقول يا جماعه طب وبعدين هنمشي كده بالترتيب؟ هنمشي بالترتيب. نمسح بقى الجزئيه دي الشرح بتاعها ونكتبه الرقم من 13 ل 19، كل ده عشان توصل للرقم 38 وتعرف القاعده بتاعته. الرقم 13 ل 19 تمام، وده عدد مركب. الرقم ده كام حته؟ حتتين. نكتبه عادي جدا، واسمع بقى وركز. هنكتبه 13 رجلا، غلط. هكتب 13 فتاة، غلط. ليه يا مستر غاد؟ ما هو حلو زي الفل اهو وينفع. يعني ايه 13 رجل و13 فتاة؟ عادي يعني. لا مش عادي يا جميل. رجل دي ايه؟ مذكر. اول ما تلاقي الرقم 13 ل 19 اكتبه كده من غير ولا ت. واسمع بقى، رجل دي ايه؟ هتقول لي مذكر، معاك ت في ايدك، ت في ايديك. في الرقم 13 هتحط واحده بس من كام؟ من 13 ل 19 معاك ايه في ايديك؟ ت. الت ديت رجل اهي مذكر، معايا ت صح؟ حطها في الاول. طب فتاة دي ايه؟ مؤنثه صح؟ معاك ت في ايديك، حطها في الثاني، في الحته الجزء الثاني، تبقى كده كده اهي 13 رجلا. احسب بقى، رجل دي مذكر، و10 مذكر، وثلاثة مؤنث، يبقى مذكر مذكر مؤنث. طب مؤنث مؤنث مذكر. ده كام كام؟ من 13 ل 19. نعمل كمان مرة ونجرب تاني. عايز اكتب 15 قصة، هكتبها من غير ولا ت، هكتب 15 قصة، وامسك كلمة قصة دي. انت مؤنثة؟ تقول لك انا مؤنثة، الت اللي في ايدك ما تنساهاش. قصة مؤنثة، حط الت في الجزء الثاني. خلصتها صح كده، ما غلطش. يبقى الرقم من 13 ل 19. لو انا بقى مشيت على القاعده النحويه بيقول لك الجزء الاول يخالف
والجزء الثاني يوافق. طب نسيتها في الامتحان، افتكر التل في ايدك، التل في ايديك خلي بالك منها وهتطلع بيها من الامتحان هتخسر الدرجه. لو لو مذكر حطها في الاول عشان المذكر اقوى، لو مؤنث حطها في الثاني. خلصنا وخلص ال 13 ل 19. دخلت على الرقم 20. واول ما تخش على الرقم 20 افتكر ان انت الرقم اللي في الامتحان عندك كام؟ 38. افتكره كويس. من الرقم 20 30 40 لحد ال 90 احنا بنسموهم الفاظ عقود. الفاظ عقود. تمام. يعني عقد الرقم 20 30 40. طب اقولها ازاي؟ اقولها 20 صح. طب اقولها 20 صح برضه. الله. طب امتى هقول 20 وامتى هقول 20 والطالب بتاع ثانويه عامه فاهمها؟ 20 في حاله الرفع، 20 في حاله النصب والجر. يبقى الرقم 20 كتابه اعرابيه، لا ليك لا دعوه بمخالفه ولا بموافقه. اعرب الاول الرقم كام من اول 20 لحد 99 ما تكتبهوش، اعربه. طلع معاك في حاله الرفع هتكتبها 20 في مرفوع بالواو. طب طلع معاك منصوب ومجرور هتقول 20، يبقى في حاله الجر الياء جر ونصب. طب الواو رفع. ليه؟ لان الرقم 20 ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. نروح مع بعضينا بقى للرقم 38. جمع بقى كل الارقام ده في دماغك. مكتوبه اهي على السبوره. من 3 ل 10 مخالفه، 11 و12 موافقه، 13 ل 19 معانا نتفق ايدينا. الرقم 20 نعرب الاول. اطلع بقى للرقم كام؟ 38. نحسب بقى وبالراحه خالص عشان نختاره صح. 38 هنا فوق ال 20. يا مستر فوق ال 20. نبدا نعرب عشان تكتب لما تعرب. اعرب الاول واوعى تنسى الكلمه دي. اعرب الاول. عدد اياتها 38 ايه. بقولها كده بالعاميه لسه ما كتبتش. العدد ده اعرابه فاعل مفعول خبر. بترجع للجمله يا ابني. عدد مبتدا، اياتها مضاف اليه، فين الخبر؟ 38. وهقول لك حاجه، العدد في امتحان اخر السنه لا يخرج اعرابه عن مبتدا خبر فاعل مفعول. يعني اعرابه متحدد قوي، يعني مش هتتعب في اعراب العدد، لكن انت هتفكر في كتابته مش في اعرابه اكتر منين من كتابته. طلع خبر مرفوع، خلاص خبر مرفوع. كتبت الرفع خلاص. ابدا اختار بقى. لا ما تختارش، اوعى تختار، اكتب انت في عقلك الاول. اكتب الرقم بتتخيله انت مكتوب ازاي. طب اعمل ايه؟ نمسحه بقى الكلمه دي عشان نبدا نشتغل. نحط الواو بتاعتنا 38. الواو اهي. ده خبر مرفوع يبقى ال 30 هتكتب ثلاثون. خلصنا. 8 هتكتب بالموافقه ولا المخالفه؟ 8 ده 8 في الاول العدد الاولاني من 3 ل 10 مخالفه. افتكرت انت كده مخالفه يعني تذكير وايه؟ وتأنيث. تمام. طب ادي ايه؟ مؤنثه. يبقى الرقم 8 هيتكتب ايه؟ مذكر. طب اكتبها ثماني ولا ثمان؟ ودي في الاسم المنقوص. طب وبعدين بقى في الدخه دي بقى وانا اقعد افكر؟ لازم تفكر، درجتين مضمونين حرام يروحوا منك. هنا ثماني في حاله هتكتب كده ازاي؟ دي مرفوعه وانا عارف ان الاسم المنقوص تحذف ياؤه اذا كان مرفوعا او مجرورا، فاضطر اشيل اليه. يبقى الاجابه الصحيحه 38 ايه. فين بقى في الاختيارات؟ 38 اهي. اخترتها بناء على قاعده مش عشوائيه، قاعده مش عشوائيه. طب لو الرقم 8 ده جه منصوب اكتبها ثمانيا زي 7 6. انصب ارفع جر على حسب الاعراب مش عشوائي. اوعى تحل سؤال نحو عشوائي. يبقى الرقم 38 هو الرقم مجمع. مجمع الرقم المفرد من 3 ل 10 بكتاب المخالفه. الرقم 30 بالاعراب. اعرب الاول. نجرب كمان ونجرب سؤال تاني في امتحان ثانويه عامه ونجرب مع بعضينا ونساله نفسنا نفس الاسئله. في امتحان ثانويه عامه 2022
قال لك إن في مصر 27 محافظة. يلا بينا. الرقم 27 فوق ال20، خلاص نعرب الأول، نعربه الأول. الرقم 27 ده إعرابه إيه؟ أبص للجملة كده، أبدأ أحسب حسبتي صح. الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ دي اسمية. إيه اللي أولها؟ إن. دي حرف ناسخ، تمام. يبقى أنا عايز منك حاجتين، اسم إن وخبر إن. طب ال 27 دي اسم إن ولا خبر إن؟ ارجع بقى. الجملة بدأت بجر وإيه؟ بجر ومجرور، يبقى ده خبر مقدم. طب ال 27 اسم إن مؤخر. طب اسم إن بيكون إيه؟ منصوب. لأن إن ناصبة رافعة، ناصبة لاسمها ورافعة لخبرها. تمام. وصلت أنت للرقم 27 كإعراب صحيح. أبدأ أشتغل، أحط الواو. ال20 منصوبة هكتبها 20. شكرا. أرجع للسبعة. السبعة هنا محافظة مؤنثة، والرقم 7 بيوافق ولا بيخالف يا ولا؟ يا طالب ثانوية عامة اللي بتفكر وبتحسبها كل كلمة بتكتبها بحسبة عشان ما تخسرش الدرجات. الرقم 7 مخالفة. طب محافظة دي مؤنثة، أروح كاتبها مذكر، كاتبها 27. يطلع الإجابة غلط. ليه يا مستر؟ ما أنت قلت إيه؟ محافظة مؤنثة، كتبت الرقم مذكر وجميل أهو، صح أهو. لا غلط يا حبيبي، غلط، ما تستعجلش. الرقم ده منصوب صح؟ يبقى لازم الرقم يتنون. انسى الكلام ده، فاكتبها 7. طب لو ما عملتش التنوين ده يروح الدرجتين، تروح منك، لأنك تكتب نحو بتكتب بالإعراب. ف7 هنا منصوبة، يبقى تحط لي علامة النصب بتاعتك، الألف اللي عليها فتحتين، وتختارها هي دي الاختيارات. فيجي لك في اختيارات 27 27 27. هو بيرمي لك 3 إجابات غلط، فيهم واحدة صح. انت اللي بتكتب الصح قبل ما تختار. يعني دي انت انت كتبت خلاص، بص على كتابتك انت بقى في ال4 اختيارات، هتلاقي الكتابة اللي انت كاتبها صح هي المطلوبة منك. نجرب كمان. لو قلت لك جاء 25 فتاة. 5 وايه؟ و20. ماشي. فوق ال20 نعرب. الرقم ده في حالة رفع ولا نصب ولا جر؟ نعربه الأول. مين اللي جاء؟ 25. فاعل مرفوع، أكتب كده فاعل مرفوع. أروح رازع الواو الأول، وهو العطف عشان العدد ده معطوف. الرقم 20 عشان مرفوعة 20، واروح راجع للخمسة. الخمسة دي موافقة ولا مخالفة؟ فتاة مؤنث، يبقى الرقم مخالفة، يبقى 5. بس ده مرفوع، حط لي الضمتين بقى يا قمر. اقرا بقى كده، جاء 25 فتاة. كده اجابتك مظبوطه ومنطقيه، مفيش حركه تطلع منك غلط. الحركه الاعرابيه اللي بتحطها انت ديت عليها درجات مش عشوائيه. نجرب كمان. لو قلت لك اخذت 32 قصه. الرقم 32 كارثه نحويه، عايزك تهدى بقى على نفسك خالص. الرقم كام دوت؟ 32. طيب الرقم ده هنكتبه اعراب الاول ولا كده بالبركه؟ نعرب الاول. اخذت، انا اللي اخذ، انا اخذت 32، يبقى ده مفعول به منصوب. كلم نفسك يا ولا، كلم نفسك في الجمله عشان تعرف تعرب. منصوب يبقى علامه نصب، يبقى يا على طول. يا تمام. يلا بينا نحط الواو. وثلاثين. نرجع انا وانتوا بقى للرقم 2. رقم كام؟ 2. الرقم 2 بيوافق. يعني ايه بيوافق؟ يعني هنا قصه مؤنث، يبقى الرقم 2 هيجي مؤنث. هيجي ايه؟ مؤنث. طب 2 مؤنثه، و2 دي ملحقه بالمثنى، وهكتبها مؤنث كحاله المعدود بتاعي مؤنث. ابدا احسبها بقى. 32. لا غلط، 32. يبقى انا ما كتبتش، انا اعربت 32 قصة. نيجي بقى نعرب 2 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. فعليك تقول يا مستر بس الرقم 12 كنا نقول 2 و2 من غير نون، لأن الرقم 2 و2
اسنا و12 يعني الرقم 12 كان في اضافه، ما كان النون ما بتتحطش. هنا ما فيش اضافه، لازم تحط النون في الرقم 22 32 42، لازم النون ترجع لان النون هنا ما تتحذفش، ما فيش سبب نحوي عشان حذف النون. فاقول 32 قصه. طب اعراب اثنين مفعول به منصوب بالياء لانه ملحق مثنى، وهنعمل حلقه للملحقات. طب 30 مفعول به لا، ده هو عطف يبقى ده اسم معطوف، ماله منصوب برضه بالياء. طب منصوب بالياء ليه؟ لانه ملحق بجمع المذكر. يبقى اتعلمنا النهارده ان الرقم 2 واثنتان ملحقات مثنى، كمان بالمره الرقم 20 ملحقات جمع مذكر سالم بالمره. اتعلمنا الاعراب الاول قبل ما نكتب الاعداد من 20 تاني، الاعداد من رقم 20 لحد 99 تعرب اولا قبل الكتابه، ثم تطبق القاعده عليها بعد الاعراب. اتفقنا كده اختيارنا ما يكونش عشوائي للاعداد، ولو جربنا اي سؤال طبق القاعده. ونعيد كمان مره، من 3 ل 10 بيتكتب بالمخالفه، 11 و12 موافقه، 13 ل 19 معانا تفق ايدينا، لو مذكر نحطها في الاول، لو مؤنث نحطها في الجزء الثاني. من اول الرقم 20 ما تكتبش، اعرب الاول عشان تحدد 20 ولا 20. دخلت في اعداد معطوفه 21 22، اكتب اعرب الاول وابدا اكتب واحده واحده، وما تنساش علامات الاعراب تتحط على الجزء الاولاني فتحتين ضمتين كسرتين، وتظبط كتابه الجزء الاول، ثم الجزء الثاني بيكتب لوحده بالاعراب 20 و20 30 و30. وهنا نقول تمييز الاعداد خلص، وازاي سؤال الامتحان اخر سنه يتكتب، ونكمل مع بعضينا على سؤال الثاني في التمييز. هنا التمييز الملفوظ ما بعد الاعداد وكتابه الاعداد خلصنا. هنا كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، وقال لك اعراب كلمه اسما. من الجمل المشهوره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. طيب اعراب اسما ايه؟ هتقول لي مستر تمييز. طب اخترتها بناء على ايه؟ طب ليه مش مفعول به؟ طب ليه مش حال؟ الجمله ديت فيها 3 4 قواعد نحو، تعال نحسبوها مع بعضينا. كفى فعل ماض مبني على الفتح، بالمرء كفى بالذات خلي بالك منها، لو جه وراها به الباء دي زائده. احفظ يا ابني، احفظ يا حبيبي، محدش يقول لك النحو والبركه، النحو عايز مذاكره وعايز حفظ. يبقى الباء الزائده مع كلمه كفى، وهناخدها مع بعض في الوحده السادسه. طب المرء اللي بعديها تعرف فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. ده اعراب ثابت يا مستر؟ اعراب ثابت. اعراب ما بعد كفى اللي هو الباء اللي فيها اعراب فاعل مرفوع. طيب وبعدين اسما هتعرب تمييز، لانك ميزت كفى بالمرء من انهي ناحيه؟ قلنا ايه؟ اسما، يبقى ده تمييز. طب نوعه ايه؟ ملحوظ. طب ليه قلنا ملحوظ؟ لانه لوحظ من الكلام لفظ منصوب ازال ابهام جمله، ازال ابهام وغموض جمله، وهنكملوها مع بعضيها دلوقتي، وهعلمك يعني ايه تمييز ملحوظ. كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، وعند كفى ديت لازم تقف. كفى فعل، طب لازم ولا متعدي؟ لو الرسول كان واقف عند الجمله كده وكفى بالمرء اسما وسابها كده يبقى الفعل هنا لازم. طب الرسول كمل كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، والرسول كمل بمصدر مؤول. لو جاء بعد كفى بالمرء اسما او بعد التمييز يعني جاء مصدر مؤول، هتعربه كده في محل نصب مفعول به. وفي الحالة دي بقى الفعل كفى اصبح لازما واصبح متعديا. الفعل كفى بالذات قد يكون لازم ان اكتفى بالتمييز بتاعه وقف. طب وان كمل الجمله بتاعتك بمصدر مؤول اصبح المصدر مؤول في محل نصب مفعول، واصبح الفعل كفى متعدي. يبقى كفى قد تكون لازم وقد يكون ايه؟ متعدي. طب كفى ليها علاقه بالتمييز؟ قال لك كفى من افعال التمييز. طب يعني ايه بقى تمييز ملحوظ؟ تعال نكمل مع بعض التمييز. كده عرفنا اختيارنا من متعدد ما بيكونش عشوائي. كفى بالمرء اسما. طب كفى دي من انهي درس؟ دي من درس التمييز. يعني ايه من درس التمييز؟ يعني هي لفظ دل على وجود تمييز في جملته، اللي هي كلمه كفى.
طب انا عايز اتعلم التمييز الملحوظ، اسهل مما تتخيل، سهل جدا. بس افهم، لو قلنا خلاص حفظنا الاول اعراب قاعده كفى، نعيدها كمان مره عشان نمسح. كفى ما بعد كفى باء، والباء دي حرف جر ايه؟ زائد. المتصل بالباء يعرف فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا، دي قاعده ثابته ما تتغيرش. بعدها النكره المنصوبه تعرب تمييز منصوب، وده نوع التمييز ملحوظ. كفى ان اكتفت بالكلمه كده ووقفت هتبقى لازمه. ان استمرت كفى في جملتها واتى المصدر المأول، يبقى المصدر المأول في محل نصب مفعول به. والكفى وكفى هنا تحولت من لازم الى متعدي. كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. واحفظ الحديث واحفظ نموذج قدامك عشان تشتغل عليه بعد كده. ودايما الشاهد النحوي كطالب ثانويه عامه احفظه وتعلمه، ويبقى النموذج ده في دماغك شغال بيه في اي قاعده نحويه، عشان لما تشوف الجمله تفتكر النموذج اللي انت حافظه من ايه او حديث، عشان ربنا يكرمك. نمسح ونقول. نكمل مع بعض التمييز، وازاي نجيب التمييز ملحوظ بطريقه سهله. كان هنا في اختيار بس مسحته انا، نائب عن مفعول مطلق. طبعا الاختيارات الاربعه ديت كلها دروس من المنصوبات وهناخدوها مع بعضين. المفعول به والتمييز والحال ونائب المفعول المطلق، وده هيتاخد، بس النهارده تركيزنا على اهم منصوب في الوحده بتاعتنا اللي هي التمييز، سواء كان تمييز اعرض وخلصناه او تمييز ملحوظ وهنكمله مع بعض. ربنا بيقول واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا، يلا. شيبا هنا اعربها تمييز. مثل انت عرفتها ازاي؟ اقول لك. وقوله تعالى وفجرنا الارض عيونا، تمييز مرة. الله، حضرتك عرفتها ازاي؟ اقول لك. ربنا بيقول لك انا اكثر منك مالا واعز نفرا. مالا دي تمييز. عرفت ازاي؟ يلا بينا نشتغل. ركز معايا بقى. واشتعل الرأس شيبا، فجرنا الأرض عيونا، أنا أكثر منك مالا. التمييز دوت مش جاي كده عشوائي، ده آيات قرآنية كلها واحنا حافظينها وعارفينها. تعالى بقى نحسبها. واشتعل الرأس ايه؟ شيبا. الجملة دي أصلها اشتعل شيب الرأس. دخلت انا التمييز في مكانه الاصلي. طب هنا شيب اعرابها ايه؟ اشتعل شيب فاعل، يبقى التمييز ده محول عن فاعل. يبقى عشان اعرف التمييز لازم ارجعه في مكانه تاني. طب فجرنا الارض عيونا، اصلها فجرنا عيون الارض، صح. طب اعراب عيون ايه؟ مفعول به، يبقى ده تمييز محول عن مفعول به. طب دي يا مستر انا اكثر منك مالا، اصلها مالي اكثر منك. طب مالي هنا اعرابها ايه؟ مبتدأ، يبقى التمييز هنا محول عن مبتدأ. اتعلم بقى، التمييز الملحوظ لازم يكون محول عن 4 حاجات. قد يكون محول عن فاعل فيرجع التمييز لاصله يطلع فاعل، قد يكون محول عن مفعول به يرجع التمييز لاصله يطلع مفعول به، قد يكون محول عن مبتدأ يرجع لاصله هتلاقيه مبتدأ. ده اسمه التمييز الملحوظ، او التمييز الذي حول عن فاعل او مفعول او مبتدأ او نائب فاعل. ده اصعب حاله فيهم، او حاله ما بتجيش عموما. نرجع مع بعض ونفكر مع بعضينا. لو قلنا طبعا كلنا حافظين اسماء التفضيل او عارفين اسماء التفضيل. اسم التفضيل على وزن افعل ومؤنث وفعلى. يعني لما اقول لك مثلا إرادة المسلم أقوى إرادة، إعراب إرادة هنا واحد هيستعجل يقول له اسم تفضيل أهو مستر. أيوه أنا شاطر عارف أسماء التفضيل. أقوى اسم تفضيل بعديه تمييز على طول. اسكت ما تجاوبش، اصبر. إرادة هنا هل ينفع تيجي قدام أقول إرادة المسلم؟ إيه يا عم العب كده؟ ما تنفعش، تبقى مضاف إليه. بص 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 اللي جاي بقى، ركز بقى عشان ما تلخبطش بعد اسم التفضيل ايه. لو قلت لك المسلم
أقوى إرادة. إرادة هنا بقى إعرابها إيه؟ تقول مثلا نفس الجملة، أقول لك لا يا قمر مش نفس الجملة. الكلمة دي أصلها إرادة المسلم أقوى، يعني إرادة دي كان أصلها مبتدأ، يبقى ترجع تاني للتمييز المحول، يبقى دي تمييز لأن أصلها كان مبتدأ. ده اسمه تمييز محول عن مبتدأ. فما نستعجلش بعد اسم التفضيل، تخلي بالك بعد اسم التفضيل على وزن أفعل قد يعرب مضاف إليه وقد يعرب تمييز. طب هتعرف إزاي؟ برجوعه لأصله. برجوعه لإيه؟ لأصله. طيب إيه كمان؟ لما أقول لك ازداد، يلا اتعلم محمد علما، يلا علما اعربها ايه؟ هتقولي تمييز، ما انا عارفه تمييز. طب عرفت ازاي؟ اصل انا مستر رجعتها في مكانها فبقت ازداد علم محمد. اقول لك برافو. طب علم اعربها ايه؟ فاعل. يبقى انا صح، يبقى علم هي تمييز محول عن فاعل. يبقى التمييز الملحوظ نكره منصوبه محوله عن فاعل أو مفعول به أو مبتدأ أو نائب فاعل. التمييز هو النكرة المنصوبة المحولة عن فاعل أو مفعول أو عن مبتدأ أو عن نائب فاعل. جه طالب قال لي طب مستر برضه صعبة. أقول لك بقى ركز معايا. لو قلت لك ازداد محمد علما، هتقول لي علما دي تمييز بس مش عارف بحول عن ايه. اقول لك كلمة صغيرة قد كده، ازداد محمد من حيث ايه؟ هتقول لي علما، اقول لك هو ده التمييز. اذا كعبيت الدنيا معاك حط كلمه من حيث. اذا طلعت الاجابه بتاعتك النكره المنصوبه يبقى هي التمييز الملحوظ بتاعك. والتمييز هنا نقول ايجاز مختصر للدرس كله، التمييز نوعين، قد يكون تمييز ملفوظ واهمهم تمييز العدد وكتابته، وقد يكون تمييز ملحوظ نكره منصوبه محوله، وده درس التمييز ودرس ما بيسيبش امتحان الثانويه العامه. وهنا نقول نكتفي بقدر التمييز النهارده على اساس ان انت تراجع عليه كويس، وان شاء المولى علينا الحلقه اللي جايه والمحاضره اللي جايه هنعمل مجموعه اسئله عن التمييز ونعيده كمان مره ونكرره في كذا مره في كذا امتحان. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتنشر القناه اللي عشان غيرك يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله.